مشاهدي قناة الصحة والجمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجنا شبابنا أفضل، شبابنا أفضل إن شاء الله. وهنتناول مع حضراتكم في هذا البرنامج، في هذه الحلقة الجميلة مع حضراتكم بإذن الله تعالى، هنتناول بعض المشكلات اللي بيتعرض لها الشباب، وبعض الأسباب اللي أدت بالشباب إن هم يصلوا لمثل هذه المشكلات، وأخيرا طرق العلاج لهذه المشكلات. كل هذا وغيره الكثير مع ضيفنا وضيف حضراتكم في هذه الحلقة المباركة، الأستاذ الدكتور سيد عبد المقصود. أهلا بحضرتك يا فندم، الأستاذ بجامعة بنها. نرحب بأستاذنا الدكتور سيد عبد المقصود. وفي بداية الحلقة عايزين نقول لحضرتك يا فندم إيه هي أهم المشكلات اللي بيتعرض لها الشباب في هذه الفترة، وما هي الأسباب التي أدت بالشباب للوصول لهذه المشكلات. تمام يا فندم، نستكمل مع حضرتك، ولكن فاصل ونواصل مع حضراتكم، فابقوا معنا. أهلا بكم، ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، ونستكمل مع أستاذنا الدكتور سيد عبد المقصود، الأستاذ بكلية التربية جامعة بنها. وعايزين نستكمل مع حضرتك يا دكتور، ونقول لحضرتك إيه هي طرق العلاج للمشكلات اللي وصل ليها الشباب النهاردة. تمام يا فندم. وبعد انتهاء الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لأستاذنا الدكتور سيد عبد المقصود، وكل السادة المشاهدين وأسرة الاستوديو، وشاكرين أفضل حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.